ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه، يفعل زر الجرس، يضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. حطوا لايك يا جماعه، مش تخسروا اي حاجه لو حطيتوا اللايك. وادخلوا كده خدوا جولة عندي في القناة. اللي لسه مشترك جديد خدوا جولة عندي في القناة، اتفرجوا على الفيديوهات ان شاء الله هتعجبكم. النهارده بقى جايبه لكم كده شوية رفايع في السريع، كده شوية حاجات يخصوا العروسة، وحاجات أساسية جدا طبعا ما ينفعش العروسة تستغنى عنها، وحاجات رفيعة للمطبخ. فأنا بعمل الفيديوهات دي يا جماعة اللي فيه بنات مقبلة على الجواز وعرايس كده حلوين أمارات، بيبقوا مش عارفين يجيبوا ايه الرفايع بتاعة المطبخ، ايه الحاجات الضرورية اللي هي تجيبها، بيبقوا حابين يعرفوا ياخدوا فكرة عن جهاز العروسة وعن الرفايع. فأنا فيديوهاتي يعني بنزل على قد ما أقدر شوية فيديوهات كده يخصوا العرايس يا جماعة، يعني خدوا فكرة للبنات اللي لسه هتتجوز. في امهات بتبقى مش عارفه تجيب ايه لبناتها لو لسه هي يعني لسه اول فرحتها او حاجه زي كده. فانا بدي افكار مش اكتر. وكمان ده انا بصور لكم جزء بسيط والله من الشغل بتاعي، في شغل كتير ما بلحقش ان انا اصوره، وبيروح طبعا للزبائن بتاعته، ما بلحقش ان انا اصور الشغل يعني كله. فطقم الكوبايات ده بصراحة حلو جدا، وطلب منه كمية كبيرة، والله العظيم جبت منه كمية، وطلعت كل ما اجيب منه حد يطلب تاني حد يطلب تاني، لان خامته كويسة وسعره كويس جدا جدا. فطقم الكوبايات ده 5 كوبايات عامل 140 جنيه يا بنات. طقم الكوبايات ده عامل 140 جنيه، ستانلس 5 قطع. ندخل بقى كده على البراد الكيوت ده، القمر كمالايا كده، قمر 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 بجد. بص شكله عامل ازاي، تحفة جدا بقى كده لو حابة ان انت تدلعي كده، اللي هو حاجة كده صغيرة معاه 4 كوبايات صغيرين برضو. حابة كده بقى نزوم الدلع، عروسة جديدة، سهرة كده بسيطة كده خفيفة. انت كده معاكي طفلين صغيرين، اعملوا كده ال4 كوبايات كده انت وجوزك، حاجة كده صغيرة كده على الرايق، مش فطار. هو نظام سهرة كده لو هتعملوا حبة شاي صغيرين، لكن هو طبعا ما ينفعش في الفطار لانه حجمه صغير، يعني حجمه صغير. ندخل بقى على مضرب البيض ده. المضرب ده حلو جدا، خامته تحفة جدا يا جماعة، ده معاه ضمان سنتين، معاه ضمان سنتين، فخامته تحفة جدا من تاتش طبعا، وتاتش غنية عن التعريف. في منه موجود 150 واط، لكن انا كنت جايبة للزبونة 400 واط عشان هو طبعا يتحمل معاها اكتر. فالمضرب البيض ده يا جماعة عامل 750، ده اللي هو 400 واط. في 150 واط ارخص من كده، وفي انواع تانية طبعا ارخص من كده بكتير. وهنا بقى الطاسه القمر دي شايفين تحفه جدا، في منها مقاسات، في منها مقاس صغير ووسط وكبير. دي كانت الوسط، دي ستانلس يا جماعه، ودي عامله 200 جنيه. المقلايه اللي هي الستانلس دي اللي انتوا شفتوها، اللي هي ستانلس ومطليه ذهبي، عامله 200 جنيه يا بنات. ندخل بقى على الجوانتي ده، طبعا لا غنى عنه في جهاز العروسه، لا غنى عنه طبعا. حابه بقى تدعكي بيه مواعين، تغسلي مواعين كده، تغسلي بيه البوتاجاز، تغسلي بيه اي حاجه كده بسلكه وبريل، البسي الجوانتي ده يحافظ على ايدك. لان انا اكتر واحده بصراحه مجربه الموضوع ده وبعاني منه، لان انا يعني ما بعرفش هستخدم قوي الجوانتي في الغسيل، فصوابعي بتتدمر، الضوافر دي بتتدمر، شكل ايدي ما بيبقاش حلو. فانت حاولي ان انت تستخدمي الجوانتي ده في غسيل بقى المواعين، غسيل البوتاجاز، الكلام ده كله. وده برضو طقم فوط للمطبخ، ده طقم فوط للمطبخ حلو جدا كده، بيجوا في كرتونة. طقم كده حلو برضو لو انت حابة تنشفي حاجة في المطبخ تنشفي ايدك، ده طقم فوط للمطبخ. وده طبعا طقم تلاجة زي ما انتوا شايفينه كده، طقم مفرش تلاجة برضو حلو جدا وخامته تحفة. ده اللي هو اللوكس يا جماعة، ده اللوكس ده، ده اللي هو الخامة اللي هو النظيفة الحلوة جدا، فيه زيه بالظبط، بس ارخص من كده، اللي هو تقليد يعني، او نقول المصري مش عارفة. بس ده اللوكس اللي هو الخامة انت هتعرفيها في يعني في نوع ونوع تاني، فالخامة هتعرفيها. وشايفين علبة المناديل القمر دي بقى علبة مناديل كده كريستال تحفة جدا بقى على الترابيزة، تبقى حلوة جدا وديكور. لا بصوا دي افضل حاجة في علب المناديل، لانها غالية وجميلة، والله مش غالية قوي يعني، حلوة في الوسط كده، سعرها والله جميل. هي كريستال وخامة كده تقيلة، في منها تقليد بتبقى خامة خفيفة، دي خامة تقيلة، دي حلوة جدا، دي عاملة 230 جنيه يا بنات، فخامتها تحفة جدا. ندخل بقى على القطاعات دي، برضو بتطلب كتير لانها بصراحة حلوة جدا، عملية وخفيفة. دي نظام بيجي منها 4 قطع، واحدة للخضار وواحدة للأسماك وواحدة للحوم وواحدة للفراخ، لأن الأفضل في القطاعات إنك تستخدمي كل حاجة لوحدها، عشان الحاجات بتكون يعني بتدي بكتيريا الحاجات لبعضها، فانت تخلي كل حاجة لوحدها، تحت الخضار لوحدها والفراخ لوحدها والسمك واللحوم وكله. هنا طبعا ده منظم فرش، ده منظم فرش ميك اب كريستال برضو تحفة جدا، خامته حلوة جدا. طبعا في حاجات انا بعدل الاسعار بتاعها عشان أنا يعني الاسعار بتاعتها بنسى ان انا اقولها لكم، فعشان الفيديو ما يطولش، فانتوا اللي حابب يسأل على سعر حاجة يكتب لي في الكومنتات، وانا هرد عليكم على اي سعر انتوا عايزينه، او لو اسعار حاجة مش موجودة في الفيديو برضو قولولي وانا هنزل لكم الاسعار.
وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده في شحن محافظات، اللي حابب يطلب اي حاجه ياخد لي سكرين بيها ويكتب لي في الكومنتات، وانا انزل لكم اللينك بتاع الجروب بتاعي وادخلوا عليه وهتلاقوا شغل حلو جدا هيعجبكم جدا. هنا طبعا منظم الميك اب ده شايفين حلو جدا طبعا، وخامة يعني حاجه جديده كده مختلفه. طبعا في اشكال منه وفي حاجات كتيره نازله الفتره ديتي، بس ده من ضمن احلى حاجه، يعني عارفين اللي هو احلى الحلوين يعني، حلو بصراحه وشيك وحاجه جديده وحاجه مختلفه. ده برضو طقم تلاجة كده حلو جدا شايفين، ده 4 قطع تقريبا، 4 قطع. حلو برضو جدا في التخزين، ده بيدخل الميكرويف يا جماعه، بيدخل الميكرويف والفريزر وكله، لانه خامته حلوه بصراحه. شايفين الجمال؟ ده 4 قطع بس حلو جدا. واللي وصل معايا لغايه هنا في الفيديو يا جماعه اشتركوا في القناه، يفعل زر الجرس، يضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم، وحطوا اللايك وشيروا الفيديوهات دي يا جماعه، شيروا الفيديو للعرايس بقى اللي لسه بنوتات جداد اللي بيجهزوا نفسهم، شيروا الفيديو على قد ما تقدروا لاصحابكم بقى، لاخواتكم، لقرايبكم، شيروا الفيديوهات يا جماعه. وان شاء الله اي شغل هجيبه، اي حاجه تخص العروسه هصورها لكم وهنزلها لكم. فيديوهات كتيره جدا والله، شغل كتير بس انا ما بلحقش اصور. هنا ندخل على هون القمر ده، شايفين اللون تحفه، في منه الوان كتيره حلوه جدا. الهون ده يا جماعه جامد جدا والله العظيم، حلو قوي. شايفين الجمال؟ شايفين عامل ازاي؟ لونه تحفه بصراحه، حلو قوي اللون ده. وسعر الهون ده عامل 170 جنيه، عامل 170 جنيه الهون الجرانيت ده، وموجود منه الوان كتيره، بتبقى على الكرتونه انت بقى بتختاري، يعني انت بتروحي المحل بتختاري اللون اللي انت عايزاه. ده برضو واحد تاني برضو كان مطلوب، فده لون مختلف برضو، لونه حلو جدا، اللي هو اللون الطوبي ده، لونه تحفه جدا والله العظيم، الالوانات بتاعتهم كانت تحفه. هنا بقى دي بقى الرفايع، اللي هو لو حابه ان انت تدلعي المطبخ كده بتاعك، اللي هي رفايع كده خاصه كده بالكيوت كده، والحاجات العسلات الامارات اللي هي بتاعه العرايس بقى والدلع ده، شانيمو. طبعا لو عامله عصير انت وجوزك بيت كده سهره كده جميله، او لو عندك اطفال مثلا حابه ان انت تدلعيهم كده وتروقي عليهم، حلوين جدا تحفه جدا. شايفين الجمال؟ تحفه والله يا جماعه. هما بيجوا 4 كده في كيس، وعليهم اشكال كده حيوانات وحاجات، فهم الاكتر يعني للاطفال، بس انتوا عارفين بقى عرسان جداد كانهم اطفال برضو يمشوا معاكم، فهم حلوين جدا لو عندك اطفال. شايفين الجمال؟ 4 اشكال و4 كده الوانات، فحاجه تحفه بصراحه. ولو في اسعار فاتتني او اسعار حاجات ما قلتهاش، ممكن ساعات بنسى اسعار، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد على كل الكومنتات بتاعتكم. اي حاجه حابين ان انتوا تعرفوا سعرها، او تعرفوا اي حاجه عنها، او عايزين تستفادوا من اي حاجه، او عايزين فيديوهات معينه عن حاجات معينه بتاعه عروسه، اكتبوا لي برضو في الكومنتات. طبعا دي مساحه، هما بيقولوا مساحه باركيه او كده، بس احنا بنستخدمها في الحائط بصراحه. هي تحفه جدا وخامه جدا، وانا جايبه 3، كانوا 3 زباين طالبين منها، تحفه جدا والله يا جماعه. وكان زباين طالبه قبل كده برضو جبت لهم، خلصت وجبت تاني، فهي حلوه وخامتها حلوه. وبيجي معاها يعني بيجي 2 غيار، غيار اللي هو ماسك في المساحه، وفي واحد تاني بقى لو ده باظ او ادم او اتقطع معاها غيار تاني، يعني معاها 2 غيار. فدي تقريبا عامله 120 جنيه، دي عامله 120 جنيه يا بنات، المساحه دي عامله 120 جنيه، بس حلوه والله شغاله ومية مية. طبعا نيجي هنا كده برضو لفرشه فرشة الحمام دي يا جماعة حلوة جدا، اللي هي بتدخل كده في الجناب وفي الحتت اللي احنا بنبقى مش عارفين ان احنا نجيبها في الارضية بتاعت الحمام، بصراحة حلوة جدا وتحفة. كنت جايبة منها كمية والله خلصت، حتى ما زادليش انا واحدة، فان شاء الله انا بجيب شغل تاني ابقى اجيب واحدة. كنت جايبة 5 طلعوا كلهم، وكنت عايزة تاني كمان. فهي حلوة بصراحة، عملية وسعرها حلو جدا، سعرها تقريبا 50 جنيه، دي سعرها 50 جنيه عشان دي دبل ناحيتين، في ناحية واحدة سعرها 40 جنيه، اللي هي ناحية واحدة جنب واحد، لكن دي جنبين اللي هي دبل عاملة 50 جنيه يا جماعة. فهي حلوة جدا بصراحة. والماسك اللي انتوا شفتوه ده برضو من شوية، اللي هو الماسك التحمير، عامل تقريبا 45 جنيه او 50 جنيه، حاجة زي كده. انا بسجل والله الاسعار للزبائن، بس انا في حاجات كده بنساها وبتوه منها ساعات، وانتوا عارفين بمنتج اخر الليل كده بعد الولاد ما بيناموا، فانا لو نسيت حاجه اعذروني، واكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد على اي استفسار انتوا عايزينه. اي عروس عايزه تستفسر عن اي حاجه انا معاكم. هنا بقى اللي شايفين، يلا بقى سلام.